السلام عليكم. اتكلمت معاكم الفيديو اللي فات عن ابديت سامسونج ال1 يو اي 5 لاندرويد 13. الابديت كان مليان حاجات جديده، بس ده مش كل اللي سامسونج حدثته في نسخه الاندرويد الجديده. في تحديثات كتير كمان وصلت لجود لوك، وده اللي هتكلم عنه النهارده. وللعلم بالشيء فمن ضمن التحديثات دي ميزه هتخليك تقدر تشوف رسائل الواتساب اللي بتتمسح بعد ما تتبعت. بس قبل ما نبتدي خلينا افهمك ايه هو جود لوك عشان لو في حد ما يعرفوش. جود لوك ده تطبيق هو عباره عن شويه موديولز سامسونج ابتدت تنزلها مع اندرويد اوريو اللي هو كان اندرويد 8، وكان عباره عن شويه ادوات بتخليك تعمل كاستمايزيشن للموبايل، بس مش اي كاستمايزيشن، يعني بتخليك تعدل على سيستم الموبايل نفسه وتعمل حاجات ما كنتش تعرف تعملها غير بالروت. في الاول الموديولز دي كانت حصريه لكوريا واليابان وشويه دول، بس دلوقتي هي متاحه بشكل رسمي في اغلب دول العالم، وبقى بيجي لها ابديت جديد مع كل نسخه اندرويد جديده. عشان تستخدم جود لوك ببساطه كل اللي هتعمله ان انت هتروح على الجالاكسي ستور وبتسيرش هنا على جود لوك. خلي بالك علشان في برامج تانية بنفس الاسم، وحقيقي مش فاهم ازاي سامسونج سامحه بالموضوع ده على الستور بتاعها، بس المهم ده اللوجو وده شكل الابلكيشن على الستور من جود لوك لابس زي ما انت شايف عشان ما تتلخبطش. هتلاقي برضو لما تعمل سيرش، لو عملت سيرش على جود لوك هتلاقي ان في موديولز كتير ظهرت. بلاش تحملهم دلوقتي واستنى بعد ما تحمل الاب نفسه، ومن جوه هتقدر تحمل اللي انت عايزه. وخليني بس اوضح حاجه قبل ما ابدا، وارد ان انت لو بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي بعد فتره هتلاقي فيتشرز من اللي اتكلمنا عنها سامسونج نقلتها بصوره كامله للسيتنجز الموبايل نفسه. الموضوع ده حصل كتير قبل كده، زي في الكاستمايزيشن بتاع اللوك سكرين اللي كنت اتكلمت عنه الحلقه اللي فاتت. سامسونج خدت اغلب الفيتشرز في لوك ستار وحطتها زي ما هي في ابديت اندرويد 13. خليني ابدا بالموديول المحبب الى قلبي وهو المالتي ستار. الموديول ده هو اللي مسؤول عن المالتي ويندو واي حاجه ليها دعوه بانك تشغل اكتر من اب في نفس الوقت. اول حاجه هتعملها اول ما تفتح مالتي ستار هي انك تروح على اوبشن المالتي فوكس اللي هو ده وتفعله. الاوبشن ده بيخلي الابس تفضل شغاله في نفس الوقت وما تفصلش اول ما تروح لاب تانية. يعني مثلا لو انت فاتح واتساب وفيسبوك في نفس الوقت، اول ما تبدا تسكرول على فيسبوك واتساب هيظهر انك اوفلاين مع ان الشات مفتوح وكل الرسائل بتظهر قدامك. المالتي فوكس بقى هيخليك اونلاين عادي وانت بتستخدم اي اب تاني حتى لو فاتح الواتساب في بوب اب ويندو لوحدها. الفيتشر دي هتخليك مثلا لو بتلعب وفاتح اي اب في بوب اب ويندو وهتتنقل ما بينهم ولا واحده منهم هتقف، خصوصا عشان في العاب لما بتلعبها بتعمل لاي حاجه بوز لحد ما ترجع لها تاني. في اوبشنز تانية في مالتي ستار ممكن تفرض ان كل الابس تشتغل في بوب اب او سبليت سكرين حتى لو الموضوع مش سبورتد من مطورينها، عن طريق اوبشن مالتي ويندو فور اول ابس. بتفعل الاوبشن ده وكده اي اب هتفتحه هيبقى سبورتد للسبليت فيو او البوب اب فيو. ممكن برضو تخلي لما تفتح 2 ابس في سبليت سكرين النوتيفيكيشن بار يختفي برضو من نفس المكان اللي هو الفول سكرين ان سبليت فيو. ده برضو لما بتفتح 2 ابس سبليت النوتيفيكيشن بار بيختفي عشان تبقى كلها فول سكرين. او تفعل خاصيه سوايب فور بوب اب فيو، دي يعني زي ما انت شايف كده هي هتخليك لما تسحب من الركن بالشكل ده كده مثلا الابلكيشن هيتحول لبوب اب زي ما انت شايف، وممكن تسحب من الركن التاني برضو على حسب انت عايز الابلكيشن يكون فين في الشاشه بتاعه الموبايل. نفس الكلام ده برضو بالنسبه للسبليت فيو. يعني انا دلوقتي لو جيت فعلتها برضو لما رجعت ورا وفعلتها زي ما انت برضو شايف انت بتسحب من الجزئين اللي تحت بالشكل ده وبتتحول لسبليت سكرين وبتختار منها التطبيق اللي عايزه في السبليت سكرين التاني. تاني موديول هقول لك عليه هو النوتي ستار، وده ببساطه بيجيب لك كل الهيستوري للنوتيفيكيشنز اللي جات لك على الموبايل وما بيتمسحش حتى لو قفلت الموبايل او عملت اي حاجه. الموديول ده فيه حاجتين بيميزوه عن اي اب تاني بيجمع النوتيفيكيشنز. اول حاجه هي انك تقدر تقسم النوتيفيكيشنز وتختار الابس اللي هتظهر. يعني انا مثلا مجمع الواتساب في تاب لوحده، تطبيقات الدليفري بتاعت المطاعم وما الى ذلك في تاب لوحدها، الميل علشان حاجات الشغل ما تدخلش في حاجات فاهم انت برضه في تاب لوحدها. تاني حاجه ان انت لما بتدوس على اي نوتيفيكيشن بيفتح لك النوتيفيكيشن حتى لو من فتره كبيره وكانها لسه مبعوثه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان لو حد بيبعت لك مسج على واتساب ومسحها هتلاقيها هنا، بشرط انها تكون اتبعتت والاب مش مفتوح على شاشه الموبايل، لان لو مفتوح فانت مش هيظهر لك نوتيفيكيشن اصلا، انت هتقرا الرساله نفسها. وبعد كده يجي الموديول بتاع الروتينز، وده موديول مهم جدا. الروتينز كانت في الاول تبع جود لوك وبعد كده سامسونج نقلتها في السيستم وبعد كده خلتها بيكسبي روتينز ورجعتها بعد كده روتينز وضافوا لها المودز وخلتها اب منفصل. قصه كبيره قوي يعني ساعات. المهم دلوقتي هي متبقي منها هنا الروتينز
بلس، ودي هتحتاج تنزل لها اب من جالاكسي ستور، ممكن تلاقيها على موبايلك اصلا، فدور عليها الاول وبعد كده شوف لو هتحتاج تنزل لها الاب. الاب ده حاجه شبه اي تريبل تي اللي هو اف زس زن زت لو تعرفوا. انت ببساطه بتحدد شروط لما تتحقق الموبايل بيعمل تغيرات او اوامر لوحده. يعني انا مثلا عامل ان اول ما اكونكت على الواي فاي بتاع البيت الموبايل يشيل اللوك مؤقتا زي ما انت شايف كيب يور فون انلوك، ويبقى الموبايل مفتوح على طول وسط اهلي فمش هقلق. وعامل برضو روتين للتصوير بحيث وانا عامل كونكت للواي فاي هنا في الاستوديو يخلي السكرين اون تايم اطول عشان مش كل شويه الشاشه تقفل وانا بصور. طبعا هو مش كل حاجه مقتصره على الواي فاي يعني. لا انت ممكن مثلا تخلي لما تبقى في مكان معين عن طريق اللوكيشن، ممكن مثلا اول ما توصل الشغل يخلي الموبايل سايلنت، او لما تكونكت البلوتوث عربيتك يشغل الاندرويد اوتو او درايفنج مود. يعني في عدد لا نهائي من السيناريوهات اللي ممكن تظبطها بالاب ده، وهتخلي استخدامك للموبايل اسهل بكتير. النص التاني من الاب بقى هو المود، وده بتقدر تحدد بيه تغيير في السيتنجز بتاعه الموبايل بشكل مؤقت. وخلونا مثلا نعمل وليكن مود الشغل. انا هنا ده المود بتاع الورك. اول حاجه هيسالك عليها هي المود ده هيشتغل ازاي، يعني هتخليه يشتغل مثلا، يعني انا هنا عامله من 8 ل 9 كل 4 مثلا، ولا مثلا ممكن عايز احدده بلوكيشن لما اكون موجود في لوكيشن معين يفعل المود ده عشان اول ما اوصل الشغل يشتغل لوحده حتى لو اتاخرت ولا حاجه يعني. بعد كده هيسالك لو عايز تشغل دو نوت ديسترب او تمنع نوتيفيكيشنز او تمنع المكالمات ورسائل. كل ده بتقدر ان انت تحدده او تختار منه اللي يريحك. ونفس الكلام ممكن مع صوت الموبايل، او يعني لو عايز يشغل اب معين او يعمل امر معين اول ما المود يشتغل او طول ما هو شغال، ممكن تمنع ان انت تستخدم او ان تطبيقات معينه تفتح. وفي مودز كتير زي ما انت شايف، في مود سليب، درايفنج، اكسرسايز، ريلاكس، وورك. وممكن انت تضيف مود كاستم خاص بيك تسميه بقى باسم اللي انت عايزه، يبدا امتى ويقفل امتى على حسب ما انت عايز. نروح بقى لموديول تانية وهتفيدك جدا دي لو موبايلك راكبه عفريت. يعني انا مش بهزر، ساعات تلاقي الموبايل بيعمل فايبريشن لوحده او الشاشه نورت لوحدها وحاجات غريبه من النوع ده. طبعا دي مش عفاريت، دي ابس مبهدله الدنيا في الباك جراوند، بس انت ما بتبقاش عارف مين اللي بيعمل كده. في بقى موديول اسمه نايس كاتش هتعرفك مين بيعمل كده. الموديول ده هيسجل لك كل الفايبريشن اللي عملها الموبايل وايه السبب فيها. نفس الكلام هتعمله لما الموبايل يرن او الشاشه تشتغل او يظهر لك رساله على الشاشه. ده غير ان لو ظهر لك اعلان هتقدر تعرف مين اللي باعت الاعلان ده، يعني ايه الابلكيشن تحديدا السبب ان يظهر لك الاعلان ده. لا ولا لز بقى انك بتقدر تخليه يراقب كل حاجه في الموبايل. يعني لو في حاجه اتغيرت في الاعدادات مثلا وانت مفعل السيتنج تشينج هيستوري وتدخل عليها، هيظهر لك هنا اي تغييرات في الاعدادات واتعملت امتى وبتاع، كل التفاصيل بتاعه التغيير ده هتظهر لك في السيتنج تشينج هيستوري هنا. كل اللي هتعمله انك تفتح النايس كاتش وتفعل كل الاوبشنز اللي قدامك دي. في موديول كمان صغير بقى اسمها ريجي ستار، ودي بتعدل على تطبيق السيتنجز بتاع الموبايل. احسن حاجه فيها هي انك تقدر تفعل الباك تاب جيستشرز، او اللي هي لما تخبط على ظهر الموبايل بصوابعك مثلا. في خبطتين وفي 3 خبطات. لما بتفعل الاوبشن ده بيبقى قدامك الحاجات اللي ممكن تخلي الموبايل يعملها لما تخبط له خبطتين في ظهره او 3 خبطات زي ما انت شايف. انت بتحدد ده كله. في برضو نفس الاوبشن ده مع زرار الباور، يعني تقدر تختار يعمل ايه لما تدوس عليه دوسه مطوله مثلا، ودي اوفر رايد يعني ليها صلاحيه اقوى من الاوبشنز اللي موجوده اصلا في السيتنجز نفسها. وجوه نفس الموديول برضو هتلاقي سجل لكل التغييرات اللي حصلت للموبايل، حتى السكرين تايم اوت، اللوكيشن، بلوتوث فتح، بلوتوث قفل، كل الحاجات دي هتكون ظاهره لك وبالتوقيت بتاعها، فهتبقى عارف ايه اللي اتغير وببساطه جدا تقدر ترجع له او ترجعه تاني عادي جدا. طبعا الموبايلات دلوقتي بقت كبيره لدرجه ان استخدام الموبايل بايد واحده، خصوصا لو ايدك صغيره زي ايدي وموبايل ما شاء الله كبير كده، فمستحيل. يعني لو موبايل معاك 6 و7 بوصه او اكتر انت مش هتعرف تستخدمه بايد واحده. فعشان الشركات تحل الموضوع ده عملوا الوان هاند اوبريشنز، وبقت جزء من السيستم في موبايلات كتير. في وان يو اي بقى ومن اول اصدار كان فيه الاوبشن ده، بس سامسونج زودت في جود لوك 2 موديولز زياده عشان يحسنوا الموضوع ده اكتر. اول موديول منهم هو الوان هاند اوبريشنز بلس، ودي عباره عن اكستنشن للفيتشر اللي موجوده اصلا في السيتنجز. الموديول ده هتخليك قادر انك تتحكم في الجستشرز اللي بتعملها وانت فاتح الوان هاند اوبريشنز. تاني موديول هو الايدج تاتش، ودي هتخليك تتحكم في الحواف بتاعه الموبايل وتمنع الشاشه انها تشتغل لما تلمس حرف الموبايل مثلا بالغلط، خصوصا لو موبايلك الايدج بتاعته فيها كيرف كده. الديفولت في الموديول ده هي ان اقصى نقطه في الايدج شغاله بس الحته اللي في النص مش شغاله، فتقدر طبعا تظبطها
تظبطها زي ما انت عايز بقى، تقدر تكستم الموضوع زي ما انت عايز، من ناحيه المكان، من ناحيه السنسيتيفيتي، من ناحيه كل الحاجات دي انت بتبدا تظبطها بحيث تناسب ايدك، سواء رفيعه كبيره مليانه ايا كان. ونيجي بقى لاخر 2 موديولز وهما بتوع الكاميرا والميكروفون، كاميرا اسيستنت وساوند اسيستنت. بالنسبه للكاميرا اسيستنت اللي هو ده بيخليك تتحكم في سرعه الشاتر. يعني انت ممكن تفعل اوبشن فاستر شاتر علشان تاخد سرعه اعلى في الشاتر وهو بيفتح ويقفل، بس ده طبعا هيقللك في الجوده سيكا، هياخد فريمات اقل، فاهم؟ ممكن برضو تفعل الاوتو اتش دي ار، ان الاتش دي ار يكون متفعل بشكل دائم، مش لازم كل ما تفتح الكاميرا تختار اتش دي ار اون ولا اتش دي ار اوف، ده هيخلي الاتش دي ار فورسد ان هو يكون مفتوح جوه الكاميرا على طول. وفي برضو اوبشن انك تصور الفيديو لما تدوس كتير على زرار الكاميرا، اللي هو فيديو ريكوردنج اون فوتو مود، بدل ما انت كل شويه لازم تقعد سوايب كده علشان توصل للفيديو مود، بتكون اصلا اللي انت عايز تصوره راح. فدوسه طويله على زرار الفوتو او الكاميرا نفسه هيحولك للفيديو مود عن طريق ان انت لما تفعل الاوبشن بتاع فيديو ريكوردنج اون فوتو مود. وفي الاوتو لينس سويتشنج اللي بيخلي الموبايل يغير الكاميرا اللي بتصور بيها حسب الاضاءه والمسافه اللي بينك وبين الاوبجكت او الحاجه اللي انت بتصورها، ده برضو اوبشن ظريف جدا. ساوند اسيستنت بقى اكبر بكتير وبيخليك تتحكم في اي صوت في الموبايل تقريبا. ممكن تغير شكل والوان البانل بتاعه الصوت نفسها من هنا، تقدر ان انت تلعب فيها، تقدر تكستمها في اصلا بانلز مختلفة تقدر تختار منها علشان تغير الشكل البانل نفسها. وممكن تختار ابلكيشنز وتتحكم في صوتهم بصورة منفصلة بعيدا عن مستوى الصوت بتاع الموبايل. يعني مثلا لو دخلت على الانديفيدوال اب فوليومز، هنا انا مثلا ضايف يوتيوب وانغامي، لما اجي اشغل يوتيوب واعلي او اوطي هيظهر لي شريط مخصوص لليوتيوب غير شريط الصوت بتاع الموبايل نفسه. تقدر برضو انك تخلي انك لما تدوس دوسة مطولة على الزراير بتاعة الصوت اللي هو فوليوم اب او فوليوم داون، بيتنقل بين التراكات عن طريق الاوبشن اللي هو كنترول ميوزك فوليوم كيز. كده الزراير دي يبقى ليها 2 فانكشن، انها تعلي وتوطي الصوت وانها تتنقل بين التراكات كمان لما تدوس عليها بس دوسه مطوله سيكا. وبس يعني دول كانوا حبه، انا مش عايز اطول عليك، حبه موديولز وحركات انا متاكد انهم هيعجبوك، لان في الاخر دي ميزه نظام اندرويد، الكاستمايزيشن وانك بتعمل موبايلك بنفسك. بس دول برضو مش كل حاجه، يمكن انت خدت بالك وانا بقلب الاوبشنز اللي قدامي، في اوبشنز اكتر من كده بكتير. فالمهم لو الفيديو ده عجبك، اول حاجه تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وقول لي في الكومنتس لو عايز جزء تاني اكمل فيه شرح الموديولز دي وموديولز اكتر كمان. بس وفوتني بعافيه.